محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك ومانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا صلى الله عليه. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا صلى الله عليه. صلى عليه مسلما مولاهما آل له والصحب ما نجم بدا صلى الله عليه. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى صلى الله عليه. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد صلى الله عليه. كي نعاش الأرواح عند سماعه ونقلد الأسماء درا نددا صلى الله عليه. يا رب عتر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقرتنا الحبيب محمدا صلى الله عليه. وهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا صلى الله عليه. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا صلى الله عليه. وبوجه آدم لاحا هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا صلى الله عليه. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا صلى الله عليه. وحمى الإله من السفاه أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا صلى الله عليه. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا بالحديث وأيدا صلى الله عليه. قد آمن حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا صلى الله عليه. فهما يقينا ناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا صلى الله عليه. وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك السمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد بن ذبيهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب عبه لقدوي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي لكسي بن كلامه مجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي لؤيهم نسب ابن غالب الإله ذاك بن فهر من عابه مالك قد كان حسنا للعنام ومعددا السيد بن النذر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن هذيمة من بالفخار سما وفاق القرقدا صلى الله عليه. وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا صلى الله عليه. يعدى إلى مدر هو ابن نذارهم أعني به ابن معدهم من أرشدا صلى الله عليه. وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيه له امتساب أكدا صلى الله عليه. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخص من بعد خالف واعتدى صلى الله عليه. وإليه قد كان المشفع ينتهي
ويكذب النساب مهما عددا صلى الله عليه وهو الذي فرد علينا حفظه وكذاك كل كلف قد وحدا صلى الله عليه أكرم به نسبا بإجد نظامه وهلا مفاريه الوجود تخلدا يا ربي أتر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المسون العسعدا صلى الله عليه اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهناء وتأبدا صلى الله عليه حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى صلى الله عليه وهو آتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء صلى الله عليه وتقول يا بشراكي قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله عليه وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرف والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أسنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من فتحات به لن تؤهدا وجميع أحبار روت أخباره وزهابها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حمل ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب عطر بالصلاة ضريحه وعدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من حمله لما مضى شهران كد وافى المنون أبا النبي أجودا وبطيبة قد كان ذلك مزعة أهوى له من أرض السام مسعدا وعقام فيها إنهم متواجعا شحرا شكيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تم من حمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت رجاه هذا كون من نفهاته وبدا الهبور ممجدا
وتنفست أنوار طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا. ولأمه في تلك جاءت مريم وكذاك آسية التي منهت هدى. وأتى من الفردوس هور معهما ليكون تعنيسا لها وتوددا. فهناك قد جاء مهض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام أوهدا. صلى الله على محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أشرق البدر علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جانا من خير وإبراهيم. قد تجلى بالمشارق والمغارب. مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي.
بشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جمع الأنفاق المؤمن صلي النبي لها للخلائق فلربي كل حامد فلربي كل حامد جل يحصره العان ذهبنا بوجودي ذهبنا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله
الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Jamaah tolong mundur dikit. Minta nian waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada 8 anak yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, semua anak yang diberikan nama ini dengan nama yang bagus. Yang pertama Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan yang kedua Sayyid Abu Bakar Azmi bin Ibrahim As-Sagab, dan yang ketiga Syarifah Fatimah Mahirah binti Ahmad Barakbah, dan yang keempat Syarifah Aisyah Huriyah binti Saleh Al-Idrus. Kemudian yang kelima bernama Musleh bin Muhammad Syahriwal Syah. Kemudian yang keenam yaitu Syarifah Fatimah Hanuna binti Abdullah Bahusain. Dan yang ketujuh yaitu Sayyid Ahmad Amuri bin Muhammad Bagir As-Sagab. Dan yang kedelapan di Ajing Aniyah binti Muhammad Taufan. Semoga anak-anak yang diberikan nama tadi akan menjadi anak yang saleh dan salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi gurratu ain li Sayyidil Kaunain wa Ashrafis Saqalain Jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyah wa ila hamdin nabi Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina alhamdulillah alhamdulillah mahmudi bi qudrati al ma'budi bi qudrati al muta'i bi sultani al nafid amru bi samai wa ardi amma ba'du. Para habaib yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Rasulullah lah kita dapat bersilaturahmi di sini untuk mengikuti acara Haul Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sahab yang ke-28. Alhamdulillah, acara-acara mulai dari tadi malam kita pembacaan maulid, dilanjutkan pagi tadi pembacaan burda, dan ada tambahan ini tasmiyah. Acara selanjutnya ada 14 orang, berarti 7 pasang kan kalau 14 orang. Zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melaksanakan ijab kabul akad nikah. Insyaallah yang pertama insyaallah Al-Habib Sayyid Haidar bin Umar Asgab dengan Syarifah Hafifah Najwa binti Haidar Asgab. Wali yaitu ayah kandung. Yang kedua yaitu Sayyid Abdurrahman. Yang kedua yaitu Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'bud dengan seorang perempuan Syarifah Salma Suhaila binti Abu Bakar bin Sahab, wali ayah kandung. Yang ketiga yaitu Sayyid Alwi bin Muhammad Ba'bud dengan Syarifah Fatimah atau Zahra binti Ahmad Fikri bin Salim Asgab, wali ayah kandung. Yang keempat insyaallah Sayyid Ahmad Nabil bin Ali Zainal Abidin bin Muhammad bin Abdullah Al-Habsi dengan Syarifah Wirdah binti Ahmad Gasim Barakba binti Ahmad bin Gasim Barakba, wali ayah kandung. Yang kelima yaitu Sayyid Hasan bin Alwi bin Hamid bin Muhsin Al-Kab dengan Syarifah Fatimah Kamilah. Kalau Ustaz Suki belum datang mungkin di Mondogo yang ini. Hasan bin Alwi insyaallah yang terakhir insyaallah sama Fatimah Kamilah. Yang keenam Mustafa bin Ali bin Zainal Abidin Barakba dengan Syarifah Aminah Najwa binti Ahmad Taufik Al-Kab, wali ayah kandung. Yang selanjutnya yaitu Wildan Alwi bin Abdul Qadir Al-Idrus dengan Syarifah Nadia binti Ubaidillah Al-Madihid, wali yaitu saudara kandung. Sudah berijab kabul mengizinkan kepada wali tersebut. Untuk pembacaan khutbah nikah kami mintakan kepada Al-Habib Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Sahab. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilakan. Nawaina mislama nawa aslafuna salihin inda tazwiji auladihim wa banatihim.
أن الله يبارك لهم من هذا الزواج ويسحب لهم اللطف والصحة والعافية ويرزق لهم الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهم الذرية الصالحة. على هذه النية وعلى كل نية صالحة حمد النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وسطوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاحرة سببا لاهجا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسعرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.
صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات واغي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد ثبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Alwi bin Muhammad Ba'bud yuzawiduka ala ma'amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw taswihin bil ihsan. Ya Sayyid Alwi bin Muhammad Ba'bud zawwadtuka wa ankahtuka makhtubataka ibnati Syarifah Fatimatu Zahra Asgab bin Mahar Hamsami'a alaf rupiah nakdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد عبد الرحمن بن محمد بأبود أزوجتك على مع الله به من إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. يا سيد عبد الرحمن بن محمد بأبود زوجتك وأنكحتك محبوبتك ابنتي شريفة سلمى سحيلة بن شهاب بمهر 500 rupiah نقدا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Wildan Alwi bin Abdul Qadir Al-Idrus uzawijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin wa tahsirihin bi'ihsan. Ya Sayyid Wildan Alwi bin Abdul Qadir Al-Idrus zawajtuka wa ankahtuka mahtubataka ukhti Syarifah Nadia Alawiyah binti Abdillah Al-Madihaj bimahar 500 rupiah naqdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Ahmad Nabil bin Ali Zainal Abidin Al-Habsi zawituka ala ma'amallah bihi min imsakin bima'rufin aw taswifin bi ihsan. Ya Sayyid Muhammad Nabil Ahmad Nabil bin Ali Zainal Abidin Al-Habsi zawatuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Fatimah Birdah bin mahar 500 rupiah naqdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Ustadz Sukri kalau udah datang jatuhi ke depan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا سيد مصطفى بن علي barakbah uzawijuka ala ma amallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan ya sayyid Mustafa bin Ali barakbah zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Aminah Najwa Al-Kab bimahar khamsamia alif khamsamia alif rupiah nakdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Dikit lagi yang nak tasmiyah, dikit lagi nyesai ke. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Haidar bin Umar Asgab uzawijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Sayyid Haidar bin Umar Asgab zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Habibah Najwa Asgab bimahar 500 alif rupiah nakdan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Barakallahu lakum wa jama'a bainakum fi khair wa ja'ala fi qudumikumul khairat wal barakat wal masarrat. Yallah qaddim. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Ya Sayyid Hasan bin Alwi Al-Kaf uzawijuka ala ma amarallah bihi min ibsakin bil ma'rufin aw tasrihin bil ihsan. Ya Sayyid Hasan bin Alwi Al-Kaf zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Fatimah Kamila bimahar 500 alif rupiah nakdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Barakallahu lakum wa jama'a bainakum fi khair wa ja'ala fi qudumikum qudumul khairat wal barakat wal masarrat wa akhraja minkumul katsirat tayyib
ويصحب لكم اللطف والصحة والعافية ويرزق لكم الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منكم الذرية الصالحة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kobal. Salaman. Abahnya di sini, abahnya di belakang. Alhamdulillah, setelah kita mengadakan akad nikah 7 pasang pengantin, semoga ke-7 pasang pengantin ini mendapatkan anak yang soleh dan soleha, taat kepada kedua orang tuanya, menjalankan perintah Allah dan melakukan sunat-sunat Rasulullah. Semoga dilapangkan rezekinya, panjang umur. Kami mewakili keluarga Al Habib Umar mengucapkan ribuan terima kasih atas keordiannya. Ada tasmiyah, sikot lagi sini depan, dua ekor ke depan. Abdul Qadir bin Umar. Abahnya ada abahnya. Abahnya ada di belakang. Mana adik dari pengaruh abah belakang. Nih, sini tasmiyah. Ali. Tasmiyah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyusul ada tasmiyah dikit, ada tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وإلى هناك تم رملا من نظم بمولده ذا متفردا ونسأل المولى المقدس ونقول يا من إليه المنتهى ومبتدا ندعوك يا رؤوس العباد بجاهه كن في خطوب لنا معينا مجدا وعلى عوائدك الإحسان بأجرنا فالكل أصحاب الجميل معودا وبما نعمل يا كريم فاجعلنا فضلا وكن بجود منك مزودا وانم بصوب نفسي عن شهواتها وابكر فؤادا في هوى تتقيدا ومن الجرائم تب علينا وادنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافينين لمرضانا وجد بلطفها من بالمكارم عودا بلاد الإيمان حل قلوبنا ولا بأنوار المعارف أسدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وعروس ما تعزز خيره واخذل لمن قدر ما سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وفي برد القريب تعمدا وانظر إلى سلطاننا بإنات وانصر به الشرع حنيفا موحدا وجدنا ثبت وقوي يكينا كما يكينا ما نهاذره غدا ونفوذ من خير ورى بشفاعة ونخذ في جنة عن مقعدا ولعبدك العذاب الفقير محمد منشئ في دار الكرامة خالدا
وأدم له حسن الجوار ببطني وذكه سرا عن سواك مجردا ولوالديه واغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل محمدا وسوحه وأباة ولكائم يتمي يصحى إليه ممحددا والجل هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وهبت وهب لنا حسن الختام فعاشا تغلب موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أذكى الشفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب محبة صبا فعمالة الحسنى الرتيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على عباد القبول وإلى حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان الله وتحيات يوم بها سلام وأن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وياتين والتحليل والتسبيح والصلاة على الحبيب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه المرحوم إلى رحمة الحي القيوم صاحب الخير حبيب البركة شيخنا الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب إن الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة برحمته وأن الله لا يحرمنا من بركاته وأسراره ونفحاته ويقضي حوائجنا بترتيب الفاتحة وياسين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأكثر فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصينا في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عند الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أنزل كنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحيانها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسرح منه النهار فإذا مظلمون والشمس تدري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون الكريم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن نشأ نكركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كلا المتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا كلا لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من نشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعوضهم وهم يسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكحون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهل لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مؤذيا ولا يلجؤون ومن نعمر نركز في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا من بغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القرآن على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنفهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركب فمنها يأكلون ولهم فيها من مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لم جند مخضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا له من نطفة فإذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من عظام وهي رميم قل هي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جاء لكم من الشجرة أخذ النار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من شاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا نموت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ اجتمعنا ها هنا بسببه أن الله القراء الأمة بالله الولي الحبيب عمر أستاذ الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن برحمته والدينا والدين خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك فلك الحمد وانت ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترثر عظاما عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واوصل وتقبل ثم قرأناهم القرآن العظيم وما هل لهم من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي هذا إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأسرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وابنه عبيد الله وسلموبر وإرشاد العظام سيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي وسلموبرهم والمقدم الثاني عبد الرحمن محمد شقاب ثم إلى أرواح جميع الأبي الذين مكانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين لهذا البيت وهذه الحارة وهذه الجزيرة وهذه البلاد من الأبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين منهم الحبيب علي بن علي الحبيب حامد بن علي بن علي بن الحداد ثم إلى أخوها بن بن علي بن عبد الله الحداد ثم إلى الحبيب علي بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب أحمد بن سالم بن عبد الرحمن الشقاب ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى الحبيب
عبد الرحمن بن محمد منور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد الكاب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن حسن بحسين ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بحسين ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى روح بن شريف علي بن شوبكر بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب دتو عقل بن محمد بن يحيى ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين بن شريف علي بن حسين بن شهاب ثم إلى الحبيب سيدنا محمد بن حسين بن شهاب وكافة مشايخنا ومعلمين وأساتذة المحببين يا رب العالمين ثم إلى روح سيد الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف ثم إلى روح الحبيب سيد الحبيب أحمد بن جعفر السقاف ثم إلى الحبيب سيد الحبيب حسين بن أحمد السقاف ثم إلى الحبيب حسين بن زين عيديد ثم إلى الحبيب أحمد بن عمر بن شهاب ثم إلى روح سيد الحبيب علي بن عمر بن شهاب ثم إلى روح سيد الأستاذ الحبيب عمر بن أبو بكر مشهور ثم إلى الحبيب صالح بن أبو بكر المخضار ثم إلى روح سيد الأستاذ الحبيب محمد بن حسين بعبود ثم إلى الحبيب علي بن عمر بن أحمد بن شهاب ثم إلى روح سيد الحبيب شيخ بن عمر بن أحمد بن شهاب ثم إلى روح الحبيب أنيس بن عبد الله الكاب ثم إلى الشريفة سيدة بنت حسين السقاف ثم إلى روح الشريفة رقية بنت أحمد بن عمر بن شهاب ثم إلى الشريفة خديجة بنت صالح المخضار ثم إلى الشريفة زينب بنت عمر بن أحمد بن شهاب ثم إلى السيد فيصل بن علي الحبشي ثم إلى الشريفة الشفاء بنت عمر بن أحمد بن شهاب ثم إلى الشريفة فريدة بنت عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى الحبيب أبو بكر عزمي بن إبراهيم بن سقاف ثم إلى فاطمة ماهرة بنت أحمد بارك با ثم إلى عائشة حورية بنت صالح العيدروس ثم إلى مصلح بن محمد شهر الشاه ثم إلى فاطمة حنون ثم إلى المرحومة فاطمة حنون بنت عبد الله بعشين ثم إلى أحمد عمري بن محمد الباقر السقاف ثم إلى روح دي أتشين ثم إلى أصحاب صاحب الخال الحبيب سال محمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن عثمان المجهد ثم إلى روح الحبيب محمد بن محسن السقاف ثم إلى الحبيب علي بن سالم المجاهد ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن المجاهد ثم إلى روح الحبيب حسين بن محسن بعبود أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى روح حسن فوزي بن أحمد باركبا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسبب المرحوم برحمة القيوم الحبيب الداعي إلى الله قد برضاه الحبيب عمر بن أحمد بن محمد بن شهاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمة والدنا ووالديه خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار وإذكا له من النار وسترا له من النار وإجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم وينفعنا ببركتهم وأسرار وأنوار في الدين والدنيا الآخرة واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم سبحان الله وتحية وسلام له الحمد رب العالمين
lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakana alwaslu faidatal wusuli nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'afa bin nuzuli ala ya marhaban ahlan wa sahlan ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli sa'altullaha yukrimukum jami'an wa kullal fafidina bikulli suli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat Muhammadin qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatid, ma'asyiral masyayikh, ma'asyiral muslimin yarhamni wa yarhamkumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para guru kita, minhum Sayyidul Walid Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab wal Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi wal Habib Syauqi Al-Kab wal Habib Ali Al-bin Hamid wal Habib Syauqi bin Syahab wa kafatil masyayikh wal asatid yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat kita kepada antum sekalian. Kita doakan guru-guru kita yang hadir bersama kita pada hari ini, insyaallah umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tidak diharamkan dari barakah beliau, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul di acara Haul Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Semoga dengan perkumpulan kita pada pagi hari ini insyaallah mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi kita yang berkumpul pada pagi hari ini dan saudara-saudara kita yang tidak bisa berkumpul, terkhusus saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah dan di Yaman. Semoga mereka mendapatkan rahmat keberkahan daripada perkumpulan kita pada pagi hari ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terus kita acurkan, terus kita bacakan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menganjurkan untuk kita selalu berjamaah, berkumpul dalam acara maulid dan salat berjamaah. Ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dari pagi tadi kita sudah mulai acara, bahkan dari semalam sudah kita mulai acara pembacaan maulid, yasin tahlil, kemudian pagi tadi dilanjutkan dengan pembacaan burdah, kemudian dilanjutkan lagi jam 9:30 tadi dengan pembacaan kitabus salaf, dan alhamdulillah sudah kita bacakan juga pembacaan Maulidul Ahzab, kemudian disambung lagi dengan acara pembacaan yasin dan tahlil, kemudian akdun nikah, kemudian acara tasmiyah. InsyaAllah
acara demi acara yang telah kita lewati semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menganjak acara selanjutnya yaitu pembacaan manaqib sahibul haul Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab yang akan dibawakan salah satu cucu beliau kepada akhina As-Sayyid Muhammad Umar Safi bin Fuadi bin Yahya. Kami persilakan untuk memanjakan daripada manaqib sahibul haul. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Wahayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyyatin fiha salam, tahiyyatin fiha barakah, barakatan fiha salwa, tahiyyatan ahlal jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma as-salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Fadilatul mukarram wal muhtaram jami'ul asatidh wabil khusus minhum As-Sayyidul Fadil Sayyidul Walid Abu Yala Al-Habib Al-Ustadz Umar Abdul Aziz bin Syahab, mata'ana Allah bitula hayatihim syarifah wa nafa'ana bihi wa bi'urmi fid darain, amin. Kemudian para ustadz-ustadz yang lain yang mana Al-Faqir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurang daripada sedikit pun daripada rasa hormat Al-Faqir kepada antum-antum sekalian dan para asatidz. Alhamdulillah berdirinya Al-Faqir di sini diberi kesempatan untuk membacakan sekilas daripada manaqib sahibul haul, yaitu Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Marilah kita berdiri pagi di sini untuk membaca manaqib, dan kita semua, anak juga ingin kita semua sama-sama mengenang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwaril yaqin wa khassahum bi khasa'isil qurbi unwanan lil muttaqin wa rafa'a darajati man syaa min ibadihil muflihin minal ulama'il amilin alwarithina irsa sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Tulisan ini hanyalah sekedar guratan kecil tentang seorang pecinta Allah yang selalu berdakwah di jalan Allah, yaitu beliau Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Syahab Palembang. Semoga Allah memberikan kepadanya tempat yang terbaik di sisinya, amin. Masuk kepada nasabnya beliau, silsilah keturunan beliau. Beliau adalah Habib Umar, memiliki silsilah yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah beliau adalah Sayyid Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Abdullah bin Syihabuddin bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdurrahman Qadi bin Ahmad Syihabuddin bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakra bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Khali' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya Habib Umar, ibunya bernama Mas Ayu Zulaikha binti Mas Agus Jamaluddin. Dan beliau mempunyai istri beliau bernama Syarifah Khadijah binti Saleh bin Abu Bakar Al-Mukhdar. Kemudian masuk kepada kelahiran beliau. Beliau Habib Umar dilahirkan di kota Palembang, salah satu kota provinsi di Sumatera Selatan. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Rajab
tahun 1345 Hijriyah atau setara dengan 11 Januari 1927 Masehi. Pertumbuhannya, beliau Habib Umar tumbuh sebagai seorang hamba Allah yang soleh di bawah asuhan kedua orang tuanya. Sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan dari ayahnya, terutama dalam pendidikan akhlak. Habib Umar juga sejak kecil sudah mengikuti jejak langkah ayahnya, baik dalam pergaulan atau perdagangan. Karena itulah ia kemudian mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Ia juga menyaksikan banyak kejadian di sekitar ayahnya dengan cara yang baik dan mudah, serta disertai dengan ilmu dan hikmah dan siasah strategi. Inilah yang ia fahami dari ungkapan para ulama. Qala ba'duhum annahu la budda lil alimi awid da'i an yakuna ladaihi ilmul ulama wa hikmatul hukama wa siyasatul muluk. Yang artinya para ulama berkata bahwa seharusnya bagi seorang alim atau dai harus memiliki ilmu seperti ilmunya para ulama dan hikmahnya para hukama, para orang-orang yang bijak, wa siyasatul muluk, dan strateginya para raja. Dan ketika Habib Umar berusia 12 tahun atau pada tahun 1937, ia belajar di sekolah Asy-Syar'iyyah di 13 Ulu Palembang selama 2 tahun di bawah asuhan Habib Umar bin Abu Bakar Al-Masyhur. Masih terngiang di dalam ingatan kita, sang guru berkata dalam puisinya, Umarul Masyhuru yad'u lillati au fi zamana an yuhibbal ilma yanmul masakin al-yatama. Umar Al-Masyhur mengajak sesiapa yang ada untuk cinta ilmu, membantu orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Ayyuhat tilmidu ahlan la takhaf anta malama, tafaddal wa tasharraf talqa bardan wa salama. Jangan engkau wahai murid, jangan engkau kosongkan masamu, pasti kau akan mulia dan mendapatkan keselamatan. Kemudian pada tahun 1940 Habib Umar pindah ke Madrasah Al-Ihsan. Pada saat itu di sekolah ini yang mengajar beliau adalah Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar, ayah dari Ustadz Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar atau Ustadz A. Pada tahun 1943 Habib Umar juga belajar di Madrasah Al-Muallimin di Tanjung Priuk, Muara Enim pada Syekh Haji Malian Jaman. Kemudian pada tahun 1952 beliau mulai mengajar di Madrasah Matla'ul Anwar di Jalan Selat Gaspar, Teluk Betung, Lampung, dan juga pada tahun 1954 di Madrasah Al-Kafiyah. Guru beliau, di antara guru-guru beliau Habib Umar adalah ayahnya sendiri, yaitu Habib Ahmad bin Umar bin Syahab. Kemudian pamannya yaitu Habib Ali bin Umar bin Syahab. Lalu Habib Umar bin Abu Bakar bin Alwi Al-Masyhur, Habib Muhammad bin Husain bin Syahab, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Habib Muhammad bin Uthman Al-Madhij, Habib Abdul Qadir bin Husain bin Husain Umar bin Syahab, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Toha Al-Habsyi, Kiai Haji Malian Jaman, Ustadz Cik Nung bin Abdullah. Kemudian diceritakan pada wafatnya, Allah menghendaki beliau meninggal di kota Makkah di Ma'la pada tanggal 20 Zulhijjah 1417 atau bertepatan dengan tanggal 28 April 1997. Sekalipun beliau tidak memiliki bekal dan persiapan untuk beribadah haji, tapi ketentuan Allah berkata lain. Pada tahun 1417 Hijriyah, sebelum ia pergi haji bersama rombongan jamaah dari Solo, ia sempat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad pada malam Jumat di Masjid Ar-Riyad Solo dan makan malam bersama Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Lalu kemudian ia berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji dan umroh. Tetapi ajal akhirnya datang setelah ia selesai melakukan semua urutan ibadah haji. Ini menunjukkan bukti husnul khatimah yang dikaruniakan Allah kepada beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki hambanya
akan kebaikan, maka Allah akan membuatnya berguna. Qalu kaifa yastamiluhu? Para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah membuatnya berguna? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla mauti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan jalan menuntunnya melakukan perbuatan soleh sebelum ia wafat. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaqul. Nas'alullah ta'ala bijahihil bulugha ila kulli maqsudin wa ma'mul, wa yaqdi lana kulla sulin wa yaftahu lana babal wusul, wa yaj'aluna mutakhalliqina wa muqtadina bihaula'i a'immatil fuhul, hatta yardu anna rabbuna wa yardu anna jadduna tawahar rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian sungguh benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah dengan keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan semua maksud dan tujuan yang kita cita-citakan, menyampaikan segala permohonan dan membukakan bagi kita pintu untuk mencapai kedekatan kepadanya. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang berakhlak dan senantiasa mengikuti mereka para pemimpin yang dekat kepadanya, sehingga Allah dan Rasulnya ridho kepada kita. Demikian biografi yang singkat ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Kami bermohon kepada Allah taala untuk menjadikannya tulus ikhlas hanya untuk mengharapkan keridhoannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari Al-Fakir, pembacaan manaqibnya. Kalau ada salah atau salah kata, ada gugup sedikit, mohon maafnya karena ini baru pertama kali Al-Fakir baca. Hada yakfi minni, hada ma tayassara lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita dengarkan manaqib Shahibul Haul. Semoga dengan pembacaan manaqib tersebut menambah keberkahan dan rahmat yang turun pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan taufik untuk bisa mencontoh daripada Shahibul Haul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang kali ini akan disampaikan oleh As-Sayyid Al-Habib Ammana Ahmad bin Zain bin Usman bin Abdurrahman Al-Kaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minas sadiqina wal lahiqina wa minal ladzina yattabi'us salafus salihin hatta yadkhulu ilal jannatin na'im ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullah wa kafa billahi alima. Amma ba'du.
Ma'asyiral muslimin, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada guru Al-Fagir Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, mata'allahu fi hayatihi wa nafa'allahu fi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Para habaib di depan kita semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, barusan tadi juga baru mau naik, jangan lamo-lamo katanya. Nah, yang kedua juga kita tidak tahu ya, Allah takdirkan anak disuruh ngomong di depan-depan guru anak ya, dan ada senior anak juga di sini, teman-teman anak ya. Sebetulnya banyak ya, siapa saja di Palembang ini ketika acara ya, kita tidak susah, tinggal nyomot bae kata wong tuh. Kita tinggal nyomot bae siapa yang berdiri, pasti kita akan dapatkan manfaat dan akan mendapatkan hikmah faidah. Kayak kemarin ya, di majlis Al-Habib Ali, Masya Allah, anaknya masih kecil tapi kan mantunya Habib Umar Abdul Aziz ya. Di situ Masya Allah ya, ceramah yang Al-Fagir dapatkan, di mana hikmah-hikmah yang sangat besar, hikmah-hikmah yang sangat agung yang kita dapatkan. Di antaranya mengingatkan kita bahwasannya kekurangan kita ini masih banyak sekali ketika kita duduk di depan orang-orang para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Al-Fagir mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum-antum semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur kita kepada umur. Yang kedua, syukur kita kepada kesehatan kita. Yang ketiga, syukur kita dalam kesempatan kita yang Allah berikan seperti saat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita lupa dengan tiga perihal yang sangat besar itu yang diselimuti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keislaman, sehingga umur kita, sehat kita, kesempatan kita tersebut adalah pundi-pundi, butir-butir yang akan kita nanti dapatkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Di depan sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun saya Al-Fagir disuruh ngomong, belum tentu Al-Fagir yang lebih mulia. Di sini kemuliaan yang sangat kita lihat, yang sangat agung adalah kemuliaannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syahab. Beliau itulah ma'asyiral muslimin yang bisa mengumpulkan kita sebanyak seperti ini. Kira-kira kata wong Palembang tuh ada. Nah, mulain keluar Palembang sudah makan cuko, minum cuko ya. Kira-kira kita nanti meninggal bisa seperti inilah. Ketika kita meninggal, bisakah kita seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Tapi jangan bercita-cita kita meninggal seperti ini, ma'asyiral muslimin. Karena apa? Kalaupun kita bercita-cita meninggal seperti ini, takutnya nanti kita jadi orang yang kibir. Kenapa? Kau pengen nanti kalau ana meninggal, ya ada orang begitu modelnya. Aneh kalau meninggal dia ngomong sama orang, kalau ana meninggal nanti kepengen kayak Al-Habib Umar bin Ahmad As-Segaf Sahibul Walid, itu tol dibuka, pakaian putih-putih banyak ya, mengantar mereka ya dari Jakarta sampai pintu tol Jagorawi itu dibuka ke Bogor, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lamun kita bercita-cita seperti itu, nanti apalagi kita ucapkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di depan saudara-saudara kita, takutnya kita menjadi orang-orang yang kibir ya. Yang penting kita meninggal husnul khotimah
ambil butiran-butiran mutiara cerita daripada Al-Habib Umar. Al-Faqir kenal dengan Habib Umar ini ya baru-baru tahun 94-an atau 93 setelah nyantren ya. Kalau tahu dengan Habib Umar, tahu Ustadz Umar nama beliau. Di masjid, kalau tidak salah di Sungai Lumpur, Ustadz Umar ini suka khutbah Jum'ah dan mengimamin Jum'at. Di antaranya temannya Ustadz Maci, ya, Al-Habsi. Nah, beliau ini terkenal bukan Habib dulu. Di Palembang ini tidak katik yang dipanggil Habib, dipanggilnya Ustadz, ya. Pakaiannya tidak kejingoan, kopiahnya kadang-kadang kopiahnya kopiah hitam, pakai jas, ya, tidak kejingoan, tidak kejelian. Dia itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya susah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi terakhir ketika Al-Faqir ya sebelum ke Hadramut, ya, bukan promosi ini, ya, sebelum ke Hadramut Al-Faqir disuruh ya ikut di malam hari raya kalau enggak salah. Ya, sore-sore ba'dal maghrib diajak kakak Al-Faqir ya Habib Mohsin ke rumah ini. Ini menjadi saksi ini rumah. Al-Faqir diajak sama beliau ya, duduklah rame-rame sama Habib Umar tuh. Habib Umar cerita. Kalau ceritanya orang alim, bukan ceritanya masalah dunia, ceritanya ilmu semua. Di antara ilmu yang dikeluarkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad, ya, tersebut adalah beliau mengeluarkan tentang tafsir, ya, Ahmad, ya. Ente tahu tak? Dia bilang, tafsirannya itu di dalam surat juz Ammah. Ini tafsiran antum dengarkan, dia bilang. Ente mau buka kitabnya dak kati. Nah, bayangkan ini berarti kalau kitabnya dak kati dari mana? Ya. Jadi ilmu ada dua, ilmu kasbi, ilmu laduni. Habib Umar sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Subhanallah. Memang dibuka-buka tafsirannya juz amma, ya. Kita buka dulu, kita hatam Habib Alwi juz amma sama Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, sohibnya Al-Habib Umar, ya. Makanya guru kami Habib Umar, guru kami Habib Nagib, guru kami Habib Mohsin, guru kami, ya. Kami hatam. Pada saat itu kami tidak menemukan itu tafsirnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata beliau, ente lihat nih surat ini coba. Iza zulzilatil ardu zizzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ente dengarkan ini, wa akhrajatil ardu athqalaha. Coba kata Habib Umar, kalau ente memang taklim di Darul Lughah, ente tahu fa'ilnya siapa itu. Kata Habib Umar, bahasa Palembang, ya dah, karena Habib Umar wong Palembang, ya. Nah, fa'ilnya apa? Wa akhrajatil ardu, mengeluarkan itu ardu, mengeluarkan fa'ilnya. Ardu asqalaha, isi-isinya dikeluarkan kata Habib Umar. Nah, kaget kata Habib Umar, belum waktunya. Tapi inti jingoklah dewek Ahmad, dia bilang. Jingoklah dewek. Yang mengeluarkan asqalaha itu siapa? Sekarang itu tuh di Saudi sono, di Saudi, di Emirat, ya, di Indonesia sudah banyak sekarang ya. Freeport pun habis sudah, ya, isi-isinya pun sudah habis galau, ya. Nah, berarti yang bikin kiamat itu siapa? Yang dekatkan kiamat itu manusianya sendiri. Padahal kata Allah itu ardu yang bakal mengeluarkannya. Nah, ini Ahmad dak kati kata Habib Umar, tafsirannya ente cari dak kati di dalam kitab-kitab. Masya Allah, Nabi bilang, Habib ini luar biasa, ini Habib bukan sembarang Habib, ya, walinya Allah tadi yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur.
Allah kekasih-kekasihnya yaitu orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman apa? Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Mereka itu mengeluarkan daripada kegelapan ya ke dalam cahaya. Tuh, putih-putih galau kumpul di sini. Bersinar galau hatinya dakati ya, yang namanya saling dengki, ketemu assalamualaikum, senyum baik. Tadi Habib Alwi bilang, siapa man yang ceramah? Nah, Anda bilang awak baiklah. Anda bilang kami ini sohib. Dari kecil kami sohib. Tahu sama Habib Alwi siapa? Allah yarham Habib Ridho siapa? Teman yang sohib dari kecil, berdagang sama Habib Ridho tuh. Ya, kehilangannya anak ini. Ya, Habib Alwi masih ada panjang umur, sehat walafiat semuanya insya Allah. Yang kedua, ya waktu saya mau Al-Fagir, mau ke Hadramut, ya tadinya bukan ke Hadramut Habib Umar, nak diberangkatkan sama Habib Hasan ke Abu Dhabi tahun 95, tidak jadi sebelum Habib Alwi, tapi Habib Alwi nyusul, ya. Nah, habis itu tidak lama paspor Ana dipegang sama Habib Hasan itu sampai setahun setengah loh, tidak ada katik kamu, ya kamu berangkat baik ke Hadramut. Nah paspor Ana setahun setengah di kantor Abuya, subhanallah perasaan hati nih, berangkat dah, akhirnya ditawakanlah kemana? Ke Hadramut Al-Ahqaf, terpaksa lah naik ke Al-Ahqaf, ya umur udah 24, ya abah udah nawarin anak zuat, ya akhirnya sudah berangkat Ana, ya. Nah sebelum Ana berangkat, abah Ana bilang, Ahmad, enti minta doa ke Habib Umar. Ya Allah, Ana bilang nih berat ini minta doanya ke Habib Umar. Ana sudah tahu nih, Pem. Ana berjalan ya ke sini dewean, Ana masuk dari itu lorong apa itu? Lorong Jaya ya. Ana masuk dari situ dewean. Ana masuk ke sini ngetok, assalamualaikum, assalamualaikum, dak kate Habib Umar. Ana balik sudah 3 kali, kata Rasulullah 3 kali balik, ya dak. Balik Ana, ya balik sampai di depan sana Ana ketemu Ustaz Maci. Bangsanya apa Ustaz Maci? Al-Habsi. Kata Ustaz Maci, ya waladi, kata Ustaz Maci. Min aina anta? Wah, kayak bahasa Arab. Ana bilang min bait Habib Umar, ya Ustaz. Ana bilang, mana tahtaj? Ana bagat doa. Ente man? Ana Ahmad bin Zainal Abidin Al-Kab. Oh, ingat Umi Ana langsung dia. Anak Ciuna, kita misan. Nah, wong Palembang tuh lemaknya langsung diakuin misan. Wah, kita misan, dia bilang. Wah, sudah sini ente. Itu Habib Umar lagi nungguin ente. Gemeter Ana. Ini wali juga. Aduh, yang bener Beb. Barusan 3 kali Beb. Sudah notok 3 kali, assalamualaikum 3 kali. Dakati Habib Umar, Ana bilang dakati. Itu Habib Umar nungguin ente, udah ente anak gawa ente tumisan Ana, dia bilang, no dibawalah tonton sama Ustaz Habib, Ustaz Maci, sampai di depan sini, Habib Umar sudah duduk, nah duduk situ tuh, yang ada pakai sal itu, duduk di situ, terkejut Ana, assalamualaikum, ya Allah ya Habib Umar, ini anak ente, nak ketemu ente, dia bilang, duduklah Ana, gemeter Ana, ya, sama Ustaz Maci nih. Sudah ente ngomong, minta apa? Ya, Ana minta doa. Disuruh siapa ente? Disuruh Abah Ana. Ya, Beb, tidak usah panjang-panjang Beb. Sudah selesai matikan Beb, ini ceritanya. Ente pasti penasaran. Akhirnya apa? Kata Habib Umar, ente disuruh siapa? Ana disuruh Abah Ana minta doa. Oh, berdoa Habib Umar. Berdoa panjang Habib Umar. Habis itu apa? Doanya keluar dengan kasap-kasapnya. Ente nanti di sono ya bagaikan bola yang di dalam lautan. Dia bilang, Allah begini, fitannya begini, fitannya. Ya Allah Beb, sudah Beb. Ana bilang, sudah. Las, ente sabar. Ente usbir, dia bilang, as-sabru kasibri. Ngalarilah beliau menasehatin kita. As-sabru jamil ya Ahmad. Woi benar Beb Alwi. Habib Alwi belum berangkat. Ana ke sana Beb. Masya Allah Beb, fitnah udah ada mulai arba uyun aja Beb karena nak cerita. Di antara yang anak ceritakan saat
tas ana sekoper hilang Ustaz. Ke Hadramut tas ana dak kati. Ya Allah. Zaman kita datang Beb, tahu dak Beb? Hadramut bukan cak budak-budak sekarang Beb, warung rumah makan Padang banyak, ya warteg ada. Kita nak nyari es dingin beda kate di sono tenggorokan. Ban kame pecah lagi tengah jalan sampai Siwun. Aduh ya Allah, ini bener Habib Umar Anda bilang. Nah, habis di situ sebulan anak Al-Fakir ini kan masuk ke Hadramut bukan promosi. Dapat beasiswa dari Abuya langsung. Dapat beasiswa dari Abuya langsung, di sana ada kafil Al-Fakir. Ya. Al-Kaf, ya dah. Yang punya Tarim itu kan Al-Kaf, yang tajir, ya. Palembang, ya masya Allah, mungkin ada juga yang tajir. Kalau yang tajir Palembang, bolehlah nak muka-mukakan pondok, nyarikan, ya dah. Nah, sampai di sana, Al-Kafil Al-Fakir itu Habib Idrus bin Umar bin Alwi. Habib Umar bin Alwi ini mufti, ya dah. Ulama terbesar di Hadramut. Habib Alwi pun baca kitabnya, Balago, lain-lainnya, ya tafsirnya. Ya, nama itulah memang kalau bang soal kap tuh, ya jagang-jagang muncul. Ya, sekali muncul gurunya Pulan, bukan promosi. Ya ngakuin bela. Kita tuh ya karena yang pucuk-pucuknya itu siapa? Semuanya sama, ya. Nah, sampai di situ masya Allah, ya. Fitnahnya luar biasa. 2 bulan kemudian dak katik lagi, ya. Yang namanya kapil itu dak katik lagi, ya. Kato yang dak beli di kitab dan lain-lain. Nah, ini seperti ini banyak, ya. Fitnah yang cobaan yang sangat luar biasa yang dikasyaf oleh Habib Umar, ya. Jadi Habib Umar pacak mandang jauh ke sana, ya. Ini wali-wali yang dimana wali-wali memang Allah beri kehebatan, mukasyafat yang sangat luar biasa. Tapi jangan salah, wali ada waliul umum, ada waliul khusus. Antum semua dan ana semua insya Allah kita harus husnudon kepada Allah. Kita adalah wali-walinya Allah, ya. Kenapa? Wali itu kekasihnya Allah, orang yang beriman. Kata Allah, aku Allah, Allahu waliyul ladzina amanu, ya. Yang dimana Allah mereka itu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, dikeluarkan mereka daripada kezulumat, ya, kegelapan, dari kebodohan, dari kekufuran. Orang yang beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali apa? Orang sama dengan orang yang bertakwa. Wali sama dengan orang yang bersyukur. Wali sama dengan orang yang sabar, ya. Sifat-sifat itu ada semua di pada wali yang khusus tersebut, ya. Nah, yang umumnya semua orang-orang yang beriman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya diancam, man azani waliyan faqad azantu biharbi. Kalau kamu menyakitin satu wali kekasihku, kata Allah, aku izinkan engkau untuk berperang dengan aku. Bukan wali yang punya karomat dulu, bukan, salah. Wali yang nggak punya karomat dulu. Nah, samping-samping gitu kadang-kadang lemes dia tuh, ya dah. Wong beriman tuh lemes, kadang-kadang minta, beriman, sholat 5 waktu. Orang tua kita nggak anggap wali. Orang tua kita ada di rumah, tapi kita nggak anggap wali. Kita haul kemana-mana, keliling Solo kemana, Pekalongan, ke Solo, ke Tegal, kemana-mana. Tapi orang tua kita, khususnya perempuan, orang tua perempuan, kita dodo anggap, ya Allah, kata wali-wali itu celaka ente celaka, kata wali itu. Kenapa? Karena orang tua lebih hebat daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Nak ziarah izin dulu, Mi, boleh dak nak ziarah Solo? Nah, kata Umi, boleh, baru baca. Apalagi kita yang sudah tua-tua, kita nih yang sudah tua-tua, punya Umi lebih tua. Umi dewean dak kate saudara yang lain, tahu-tahu tinggalkan be ke Solo.
tinggal ke Pekalongan, dak izin lagi. Umiknya dak kata yang ngurusin, ya dak bakal gobul ziarahnya. Kenapa? Karena orang tua aulah birrul walidain, lebih hebat inti birrul kepada aulianya Allah. Setelah kita birrul walidain, baru kita birrul kepada walinya Allah. Ini yang Anda sampaikan. Belumnya masih banyak, ya sudah dibatasin, ya sudah azan. Kemudian alju layurham, ya lapar nggak bisa dineguh lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang Anda sampaikan ini Anda bisa ngamalkan. Kemudian Al-Faqir juga bisa mendapatkan ya keberkahan daripada hal tersebut ini. Hajat Al-Faqir dan hajat-hajat antum-antum semua digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kelihatan ada yang hajat yang mau jual tanah, ada yang hajat ini, ada yang mau nikah, ada yang mau nikah boleh mau nikah, ya. Ada yang ini, mudah-mudahan Allah gobulkan, ya. Dan Sohibul Hal melihat kita. Kemudian kita bisa mengikuti langkah-langkah Sohibul Hal, ya. Dengan sabarnya, dengan patuhnya, suka bantu orang-orang miskin, disebutin tadi. Jangan tajir-tajir, duitnya tidak ada keluar, wiridan, baik. Nah, minta maaf, tambahin dikit, ya. Kalau orang tajir tidak usah banyak pegang ini, minta maaf, bukan nyinggung, ya. Orang tajir wiridannya bagai fulus yang biru ataupun yang merah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Tapi kalau ustadz-ustadz memang dia tidak buka perusahaan, harus pakai tasbih baru datang duitnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan ceramah dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kab. Semoga dengan ceramah tadi, mau'izatul hasanah yang beliau sampaikan menambah keberkahan pada pagi hari ini. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian menginjak acara selanjutnya yaitu doa penutup dan talqinuz zikir. Kita mintakan kepada Al-Habib As-Sayyid Muhsin bin Abdullah Al-Habshi, fa'alihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ridha astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Al-Fatihah binat syifa wa sihah wa lutuf wal afiyah lil Habib Al-Walid Abdul Rahman bin Syekh bin Salim Al-Attas wa lil Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus wa lil Ustaz Al-Habib Umar Rafiq bin Ali Al-bin Hamid wa lil Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Taha bin Umar Al-Habashi الهبابة الشريفة أم الزهراء علوية بنت حسن الحبشي وأخوه عدروس وابن أخي عدروس بن علي الحبشي ومن أوصام بالشفاء اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر بعد زغما ولا ألما على هدينا وكن يصلى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Imam di musola Aidit. Kiblat menghadap panggung ini agak ke kanan, jadi nyudut ke kanan. Silakan kita buat shaf untuk sholat. Subhanallah, 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 subhanallah.